مشاهدينا الأكارم، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها من الفدائيات التي نستهلها بالعناوين. فخامة الرئيس أفورقي يهنئ الرئيس دونالد ترامب المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية. تقديم مسودة انتخابات إدارة الضواحي في الإقليم الأوسط. سكان لبنان ينظمون مناسبة شكر وعرفان لأعضاء قوات الدفاع في المنطقة. دونالد ترامب يعلن فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية. إيران وباكستان تؤكدان على تعزيز العلاقات الثنائية. وروسيا تتلقى تحذيرا غربيا وترد متوعدة الناتو لن يكون أحد آمنا. أهلا بكم. بعث فخامة الرئيس سياس أفورقي رئيس دولة إريتريا تهنئة للرئيس المنتخب 47 للولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية. وقال فخامة الرئيس سياس أفورقي في رسالة التهنئة في هذه السانحة المبشرة والعودة التاريخية: أهنئك باسمي وباسم الحكومة والشعب الإريتري، متمنيا له التوفيق والسداد، قائلا: أتمنى لك التوفيق في تنفيذ نظريتك حول الأحوال والظروف الحالية، مضيفا أن السلم الدولي هو من الشؤون المهمة والضرورية أكثر من أي وقت مضى. في الختام أعرب فخامته عن أمله في دفع انتخاب الرئيس دونالد ترامب بالعلاقات الثنائية بين إريتريا والولايات المتحدة الأمريكية نحو منعطف جديد. يذكر أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب خدم كرئيس 45 للولايات المتحدة الأمريكية في الفترة ما بين 2017 وحتى 2021. قدمت وزارة الحكومات المحلية للجهات التنفيذية في 5 نوفمبر المسودة المحسنة بشأن عملية انتخاب إدارات الضواحي ولجان القرى التي ستجري في شهر مارس 2025 في الإقليم الأوسط. وقال المدير العام لإدارة الإقليم الأوسط السيد زرقيت ولد إبراهام في المناسبة التي حضرها حاكم الإقليم السيد فساحي هيلي ورئيس المجلس السيد إبراهام سمري، قال إن الوثيقة التي كان يعمل بها سابقا قد تم إعادة تنقيحها وتحسينها. وذكر بأن انتخابات إدارات الضواحي ولجان القرى ستجري في الإقليم الأوسط في 37 إدارة الضاحية وفي 13 مديرية بالعاصمة أسمرة و46 إدارة الضاحية و81 قرية في 3 مديريات الإقليم. وأشار إلى أن إدارة الإقليم الأوسط ستقوم في شهري يناير وفبراير بحملة توعية مكثفة حول عملية الانتخابات وتوفير التجهيزات اللازمة. وقدم المشاركون آراء بناءة بشأن الوثيقة المقدمة. عقد فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة بمديرية قندع سيمينارا لطلاب مدرسة مساعدي التمريض بعنوان دور المهنيين الشباب في بناء الوطن. وقدم رئيس الفرع السيد صلاح الدين علي توضيحا موسعا حول المهن والمهنية ودور الشباب المهنيين في كل جوانب التنمية ومساهمة الشباب في تحقيق الاستقلال والدفاع عن السيادة. ودعا المهنيين الشباب لتعزيز التأطير والتنظيم والمساهمة الواعية وخدمة الوطن والشعب بتفاني وإخلاص والحفاظ على القيم المجتمعية. من جانبها دعت مدير مدرسة مساعدي التمريض الممرضة فاطمة إبراهيم الطلاب للاهتمام بدراستهم وتطويره بالعمل المتفاني. وقال مدير مديرية قندع السيد عمر يحيى أن التنظيم ضروري لإنجاح استثمار المجتمع والحكومة والجبهة على الشباب، مؤكدا على تعاون إدارة المديرية. نظم سكان لبنان في 3 نوفمبر حفل غداء وعروض فنية لأعضاء قوات الدفاع العاملة في المشاريع التنموية في المنطقة. أفاد مدير ضاحية لبنان أن القوات التي تعمل على بناء السد الذي بلغ مستوى النصف هي من الفرقة العسكرية 17 ووحدات تابعة للهندسة العسكرية. ونظم سكان لبنان الحفل تعبيرا عن شكره وتقديره للجهود التي يقوم بها أعضاء قوات الدفاع المتواجدة في مديريتهم لتنمية المنطقة. وأشاد ممثل الفرقة العسكرية 17 السيد فقاد بين مشاركة الشعب والإنجاز الذي تحقق في العمل التنموي الذي بدأ في شهر مايو من هذا العام.
وأوصى مدير مديرية لوجو عنسبة السيد إبراهيم حقوس المواطنين لتجهيز أنفسهم من أجل تنمية المديرية بعد انتهاء بناء السد، مشيدا بالمبادرة التي قاموا بها. ضاحية اللبان هي إحدى الضواحي 13 التابعة لمديرية لوجو عنسبة، ويسكن فيها حوالي 6000 نسمة. تلقت 25 امرأة في منطقة بيلتا بمديرية الجلب إقليم عنسبة دورة تدريبية في صناعة مواقد الدحنة الخالية من الدخان وقليلة استهلاك الحطب. وقالت السيدة سابا مسفن من مكتب الزراعة في إقليم عنسبة المشرفة على التدريب إن موقد الدحنة إلى جانب تقليل استهلاك الطاقة يسهم في مكافحة قطع الأشجار ونظافة وصحة الأسرة. وذكر صناعة 300 موقد أدحنة هذا العام في مناطق أجريت في مناطق أجرباب وقنع ودريغوم، كما قامت المتدربات في بيلتا بصناعة 82 موقد، مع العلم أن العملية مستمرة. وذكرت المدير التنفيذي في إدارة ضاحية بيلتا السيدة جمعة محمد أن المواقد التقليدية التي تستهلك الكثير من الحطب وتخرج الدخان الكثيف قد تسببت في تعرض نساء كثيرات إلى العمى والمصاعب الصحية الأخرى، وسيساعد التدريب للحد من هذه المصاعب. من جانبها أوضحت مسؤول تنمية النباتات في مكتب وزارة الزراعة في إقليم عنسبة السيدة كبرى جبر مسكلة أن وزارة الزراعة تعمل بالتعاون مع الشركاء لتوسيع التنمية الزراعية، وأن مكافحة القطع الجعر الأشجار وإدخال مواقد أدحنة جزء من ذلك. وأكدت المتدربات على العمل لتطبيق التدريب المقدم وإدخاله في كل منزل. كرمت مدرسة دك محل الثانوية في 6 نوفمبر الجاري 60 من طلابها المتفوقين في امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2023-2024 من منتسبي الدفعة 36 للخدمة الوطنية. وأفاد مدير المدرسة الأستاذ مكيال الطعمي أنه قد شارك 738 طالب من مدرسته في امتحان الشهادة الثانوية للعام الدراسي المنصرم، وتمكن 125 طالب من إحراز درجات أهلتهم للانضمام بالكليات في برامج البكالوريوس، و81 طالب لينضموا إلى الكليات في برامج الدبلوم الجامعي. وأضاف أن المدرسة تتفوق على المدارس الثانوية على مستوى الإقليم في نسبة نجاح طلابها التي وصلت إلى 27.7% من عدد المشاركين في الامتحان. وأوصت مسؤولة التعليم بالمديرية الأستاذة الركبي كفلي الطلاب للاجتهاد للتفوق حتى يصلوا إلى أعلى مستويات الدراسات الجامعية. كما قد قدم بالمناسبة سيمينار تنويري حول إدارة الوقت في مدرسة ورساي كالو الثانوية والتجهيز لامتحان الشهادة الثانوية لطلاب الصف 11. أفاد مدير ضاحية الرهي السيد محمود محامد أن أعمال الصيانة للطريق الترابي الرابط بين أسماط وحلحل يشهد مشاركة الشعب الواسعة بالتنسيق بين إدارات الضواحي برفقة أعضاء وحدات قوات الدفاع المتواجدة في المنطقة. وأشاد مدير مديرية حلحل السيد قرماسين أبرهة بأعمال الصيانة التي تنجز بالنفير الجمعي بمشاركة الجيش والشعب الواسعة، كون أن طرق المواصلات هي شريان تدفق الحياة الاجتماعية والاقتصادية. وأكد المشاركون في النفير أن هذا طريق من أهم أساسيات تطور المنطقة ونموها. استشهد المناضل أبراهام قبر سلاسي الشاول في 5 نوفمبر عن عمر نهز 71 عاما جراء مرض ألم به. التحق المناضل الشهيد أبراهام في صفوف جبهة التحرير الإرثية في عام 1975، ثم انضم إلى قوات التحرير الشعبية في عام 1978، ونضل في القوات القتالية بمستويات مسؤولية وصلت إلى مسؤول الإمداد في كتيبة. المناضل أبراهام قبر سلاسي رب أسرة وأب ل8 أبناء، ولد جثمانه صار اليوم 6 نوفمبر في مقبرة الشهداء بأسمرة. تعرب وزارة الدفاع عن بالغ حزنها باستشهاد المناضل أبراهام قبر سلاسي، وتعزي أسرته وزملائه المناضلون. مشاهدينا، كانت هذه حصيلة الأنباء على الصعيد المحلي. فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم. على الصعيد العالمي، أعلن المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب بفوزه بالتصويت الشعبي وحصوله على نحو 315 صوتا في المجتمع الانتخابي.
وقال ترامب في كلمة من مقر حملته الانتخابية بولاية فلوريدا: حققت فوزا تاريخيا، ولقد فزنا في الولايات المتأرجحة وفي التصويت الشعبي، وحققنا 315 صوتا، وهذا شعور رائع يدل على محبة الشعب. وصوت الناخبون المهتمون في الأساس بالاقتصاد بأغلبية ساحقة لمصلحة ترامب، خاصة في ظل الشعور بتراجع أوضاعهم الاقتصادية عما كانت عليه قبل 4 سنوات. وقال نحو 31% من الناخبين إن الاقتصاد هو قضيتهم الرئيسية، بينما قال نحو 45% من الناخبين في أنحاء البلاد إن الوضع المالي لأسرهم أسوأ مما كان عليه قبل 4 سنوات. وأكد ترامب أن الحزب الجمهوري سيطر على مجلسي الكونغرس بعد استعادة الأغلبية في مجلس الشيوخ. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن تعزيز العلاقات الإيرانية الباكستانية في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة وتحسين أمن الحدود ومكافحة الإرهاب ضرورة يؤكد عليها الجانبان. وأفادت وكالة مهر الأنباء نشر إسماعيل ببقاء تدوينة في الفضاء الإلكتروني، وكتب: أجرى وزير الخارجية الإيراني العراقي محادثات شاملة ومفيدة وعميقة للغاية مع مسؤولين سياسيين وعسكريين رفيعي المستوى في باكستان حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أن تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة وتحسين أمن الحدود ومكافحة الإرهاب ضرورة يؤكد عليها الجانبان. وجهت دول الغرب تحذيرات جديدة لروسيا التي ردت بلهجة حاسمة متوعدة حلف الشمال الأطلسي الناتو متعهدة باستخدام كل الوسائل المتاحة في حال تعرضت لأي اعتداء. ووقعت البيان الدول الأعضاء في مجموعة ال7 وهي الولايات المتحدة واليابان وإيطاليا والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وكندا إلى جانب كوريا الجنوبية واستراليا ونيوزيلندا. وقال الوزراء إنهم نددوا بأشد العبارات الممكنة بالتعاون العسكري المتزايد بين كوريا الشمالية وروسيا، بما في ذلك شراء روسيا المخالف للقانون لصواريخ باليستية من كوريا الشمالية. في المقابل نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الخارجية سيرجي لافروف قوله إن موسكو سترد على أي عدوان محتمل من حلف الشمال الأطلسي بكل الوسائل الممكنة. يأتي ذلك بعد 3 أيام من تشديد ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الفيدرالي الروسي على أن الولايات المتحدة مخطئة إذا اعتقدت أن موسكو لن تستخدم الأسلحة النووية في حال تعرض وجودها للتهديد. قال وزيرا خارجية جنوب أفريقيا وبريطانيا بعد اجتماعهما أنهما اتفقا على تعزيز التعاون التجاري والدفاعي، وتعد جنوب أفريقيا بالفعل أكبر شريك تجاري لبريطانيا في القارة الإفريقية، وبريطانيا من بين أكبر 5 وجهات للصادرات من جنوب أفريقيا، والتي تشمل المعادن الثمينة والسيارات والمنتجات الزراعية. وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي متحدثا إلى جانب نظيره الجنوب أفريقي رونالدو لامولا: لقد التزمنا بخطة نمو بين المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا من شأنها أن تدفع التنمية الاقتصادية وتعمق علاقاتنا التجارية والاستثمارية. ولم يذكر تفاصيل عن الخطة، على الرغم من أن مكتبه قال إنها ستشمل برنامجا لزيادة عدد الوظائف الزراعية في المناطق الريفية في جنوب أفريقيا وتعزيز الصادرات إلى بريطانيا. وقال لامولا قبل الاجتماع أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين ركدت بسبب جائحة كوفيد-19 والتحديات الأخرى، وإنها بحاجة إلى إعادة ضبط. مشاهدينا، نختم نشرة هذا المساء بتذكير أهم وأبرز العناوين. فخامة الرئيس الأفريقي يهنئ الرئيس دونالد ترامب المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية. تقديم مسودة انتخابات إدارات الضواحي في الإقليم الأوسط. سكان ليبيا ينظمون مناسبة الشكر والعرفان لأعضاء قوات الدفاع في المنطقة. دونالد ترامب يعلن فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية. إيران وباكستان تؤكدان على تعزيز العلاقات الثنائية. وروسيا تتلقى تحذيرا غربيا وترد متوعدة الناتو لن يكون أحد آمنا.
هكذا مشاهدينا في كل مكان نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات وتحيات الفريق العامل ودمتم في أمان الله.